يلا بينا على الراديو 90 بنبدأ كلامنا، بنبدأ حلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة كريم الغرباوي، الرئيس التنفيذي لأدفيرتاب. بنعرف منه الضغوط اللي ممكن تقابلنا في الشغل، المشاكل اللي ممكن تقابلنا وتوصلنا لنتيجة ان احنا نبقى حاسين في الاخر انه لا، احنا عايزين نسيب الشغل، احنا خلاص مش عارفين نتعامل مع الناس اللي موجودين. يا ترى اسباب الضغوط دي ايه، ونتعامل معاها ازاي نتخطاها، وازاي كل حد فينا يبقى بيعمل شغله كده وهو مبسوط وسعيد ومش حاسس انه الموضوع يعني هو مضطر انه يعمله. فمساء الفل يا كريم، ومبسوطة جدا بموضوع النهاردة الحقيقة. مساء النور يا استاذ غدوة، اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ منورنا. نورك والله. ربنا يخليك. خلينا نبدأ كده الموضوع بتعريف بسيط عن الضغط. يلا بينا. ايه هو الضغط؟ الضغط ببساطة في اللغة ان انا بضغط بقوة معينة في اتجاه عمودي على سطح ما، فالموظف ده هو السطح، اه والضغط اللي بيتوجه ليه من اي ناحية من النواحي بيكون ايه؟ هو بيكون في اتجاه معين. مم. تمام، يعني سواء بقى ضغط حياتي، ضغط من الشغل، ضغط من اي اتجاه. تمام. طيب الموظف ده لما بيتضغط عليه، احنا عارفين ان لكل فعل رد رد فعل. فعل. مظبوط. فبالتالي بيتضغط على الموظف، فبيبدأ يدور على رد الفعل المناسب للضغط اللي انا بضغطه عليه. مم. تمام. تمام. ولكن الاغلب او الشريحة الاوسع بتهرب لرد الفعل الاسهل. رد الفعل الاسهل اللي هو لا، انا الشغل مضايقني فخلاص هسيبه. اسيب الشغل. اه تمام. طبعا ده بيؤدي لمشاكل كتير جدا، طبعا. مش بس عند الموظف، كمان عند الشركات. فاحنا بنتكلم هنا النهارده، بنكلم اصحاب الشركات مهم. والمديرين والموظفين على حد سواء. تمام. تمام. فسواء الشخص ده اللي هو بيتضغط عليه كان موظف جديد، حد مثلا لسه فريش متخرج. متخرج لسه. ايوه. مم. او حد مثلا موظف قديم، ولكن الظروف اللي حواليه اتغيرت، ظروف الاداره او اي ظروف معينه ولدت عليه ضغط معين. تمام. مم. فدي الناس اللي احنا جايين نكلمها النهارده. تمام. أكيد. تمام. طيب إيه احنا امتى نقول ان الموظف ده فعلا مضغوط عليه؟ ما هو اكيد اي حاجة في الحياة بتمر بتحديات، بصعوبات، بمثلا سوء تفاهم. فامتى نقول انه خلاص ده وصل لمرحلة انه فعلا مضغوط عليه، وان الموضوع مش مجرد حاجة وهتعدي، او مشكلة صغيرة كده في الشغل او كده وهتعدي؟ دايما كل حاجه في الدنيا بيكون ليها علامات. يعني حلو. الموظف ده لما بيتضغط عليه بيظهر عليه بعض العلامات. مم. تمام. بس علشان اقول ان الموظف ده بدأ يظهر عليه العلامات دي، هو محتاج الموظف هو اللي يتكلم، مش الإدارة هي اللي هتلاحظ العلامات اللي على الموظف. تمام. تمام. يعني الموظف يتكلم يقول ايه؟ والله انا مضغوط. طيب انا حاسس بايه وانا مضغوط؟ ابرز الحاجات اللي ممكن تحصل في جسم الانسان تدل على الضغط ان هو مثلا يجيله صداع لما يروح الشغل. دي علامة، دي دي علامة علامة مهمة يا جدا. جماعة، نخلي بالنا بقى، دي اول علامة اهو. تمام. اه. يعني علامة الصداع دي علامة جسمك بيقولك انت مضغوط. طب وعلى ما فكرة ممكن افرق ازاي بين الصداع ده والصداع اللي مرتبط بتعب يعني في الجسم، او يعني حاجة مرضية؟ ما هو الحاجة المرضية دي هيكون ليها اسباب برضه، لكن انا اه. انزل الشغل اصدع. اه. خلاص اول انا ما نزلت الشغل صدعت. اول ما بشوف الناس دي بصدع اول ما اشوف خلاص. الناس دي بصدع. تمام. اه. فدي حاجة الجسم بيعملها فسيولوجية، مرتبطة اصلا بضغط الدم. يعني هو تمام. الدم يعني بيزيد اه. ضغط الدم على الراس، فالشخص ده بيصدع ليه بقى؟ ممكن وراه ديدلاين، ممكن امم وراه حاجة ميعاد المفروض لازم يعملها. تسلم فيه المشروع، ايوه تارجت لازم تحققه، عشان لو ما بالظبط. حققتوش مثلا هتمشي او هيتخصم منك او بالظبط. كده. مثلا من ابرز الاوقات اللي ممكن الموظفين يحسوا بالضغوطات فيها وقت التقييم السنوي. اه طبعا. انا خلاص هتقيم، التقييم ده على اساسه ممكن اترقى وممكن اتفصل من الشغل. صح. يعني دي حاجة اصلا متوقف عليها موترة. مصيري، يعني في اه الفترة طبعا. الجاية هيبقى عامل ازاي؟ طبعا طبعا. موترة ومشتتة جدا. طبعا. تمام. فالشخص ده العلامات اللي بتيجي في جسمه هي دي الانذار، يعني جسمه بيديله انذار امم انت مضغوط. اه. تمام. تمام. ف صداع قلنا. ايوه بالظبط اه. صداع. ماشي، ايه تاني؟ تاني حاجة
ان هو يحس بالتوتر، اي حاجة بيمر فيها يلاقي نفسه متوتر. يعني مثلا حد جه يكلمه في الشغل، يحس ان هو مش عارف يرد عليه كويس. تمام. يعني يبقى بانكت كده زي ما بنقول، ايوه مش عارف يتصرف، مش عارف ياخد رد فعل مناسب للموقف. بالظبط. ممكن يطلب منه حاجة بسيطة جدا، يقول مثلا انا عاوز التاسك الفلاني ده، مم. فهو لما بيطلب منه هو في العادي بيعمله بسهولة جدا، تمام. لكن وهو مضغوط بيحس ان هو لا، انا محطوط تحت ضغط، انا مش عارف اعمل ده. بيحس ان الموضوع كبير عليه مثلا، او ايوه صعب، او هو مش عارف يعمله. ايوه. مم. تمام. تمام. دي تاني علامة. ماشي. تالت علامة بقى ان هو يكون مش طايق حد. انا مش طايق حد ولا طايق نفسي ولا طايق الناس دي دلوقتي. تمام. فمثلا زميله اللي ممكن يكون مقرب ليه وشخص بيحبه جدا، يجي يكلمه في حاجة يقول له بس يا عم انا مش، ويقعد بقى يشكي مش عايزه اتكلم خلاص. وشكوى يعني مستمره. شكوى مستمرة، وطبعا الموضوع بيتخلله بقى ايه، ممكن تصرفات عدوانية شوية. يبقى عصبي اه مثلا. ده يزعق ده اكتر. طبعا يعني علامات بتقولك من فضلك انت مضغوط، ابدأ اتصرف. ابدأ اتصرف. حلو أيوة. جدا. طيب احنا يعني عايزين بقى نعرف يا ترى نبدأ نتصرف ازاي بعد ما خدنا بالنا من العلامات دي، او يعني كل حد فينا خلينا نقول جسمه كده اداله انذار بشوية علامات احنا قلناها. نبدأ نتصرف ازاي، ومين اللي المفروض يبدأ يعني يتصرف؟ هل الشخص نفسه ولا ممكن حد من زمايله يلاحظ؟ فخلونا نعرف كل التفاصيل دي بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني. يلا بينا. بنرجع لكم تاني ولسه مكملين كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده كريم الغرباوي، الرئيس التنفيذي لادفيرتوب. بنتكلم معاه عن موضوع الحقيقة مهم جدا وممكن نكون كلنا بنعدي بيه وبنمر بيه على فترات مختلفة، وهو الضغوط اللي ممكن تقابلنا في الشغل، المشاكل اللي لما يعني بتبقى زيادة قوي بنبقى حاسين ان احنا مفيش حل قدامنا غير انه نسيب الشغل ولا نعمل ايه بالظبط. فهو ده الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة. مستنينكم تشاركونا على 199 او على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، تبعتوا لنا وتقولوا لنا ايه اكتر الضغوط اللي انتوا تعرضتوا لها في الشغل، ولو عرفتوا تتخطوها او تعدوها او تخرجوا منها عملتوا ايه وخرجتوا منها ازاي، ولا اضطريتوا تلجأوا للحل السهل اللي هو انكم تسيبوا الشغل. احنا طبعا مش عايزين حد يسيب الشغل ولا اي حاجة، عايزين يعني ناخد معاكم كده شوية افكار وحلول ازاي نخرج بيها من الضغوط دي. طيب كريم، يعني احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الضغوط والعلامات اللي ممكن نكتشفها واللي منها نعرف اننا فعلا مضغوطين في الشغل ده. فانا عارفة ان في قصة يعني عندك انت حابب انك تحكيها لنا كده ونعرف من خلالها ايه ممكن تبقى الضغوط اللي الشخص ممكن يتعرض لها في شغله. اه بالنسبة للقصة، يعني هي قصة شخصية حصلت معايا. تمام. طبعا يعني هنحكيها من وحي الواقع، هنحرفها شوية. ماشي. ولكن هنحكيها يعني. في فترة من فترات، وتقريبا يعني من بدايات الشركات اللي اشتغلت فيها، اشتغلنا في شركة. الشركة دي كان عندها سياسة معينة، بتفرض على كل الموظفين ان هم يشتغلوا يوميا لفترتين. يعني ايه الفترتين؟ يعني احنا كنا بننزل 9 صباحا ونرجع تاني بيوتنا 4 تمام. العصر، ماشي. وبعد كده بننزل تاني الساعة 8، وبعد كده نرجع الساعة 11، وتعيدي بقى الموضوع. يا انت بقى نهار ابيض. اه اللي هو اليوم كله انا ما بعملش حاجة غير اني بشتغل، ايوه، هو تقريبا ما عنديش حياة. بيديك فترة كده تتغدي فيها تقريبا يعني. بس. تمام. اه. فطبعا النوع ده من الشركات، او النوع ده من السيستم بيكون ضاغط الموظف لدرجة ان طبعا. هو حياته كلها بتتمحور حول الشغل. صح. يعني يومه انت من اول ما بيصحى لحد ما بينام هو في الشغل حرفيا. صحيح، لان حرفيا مفيش وقت اقدر اعمل فيه اي اكتيفيتي تاني خارج نطاق الشغل. تمام. تمام. وطبعا المشكلة دي احنا ممكن اخدنا 6 شهور على ما حليناها مع الادارة. تمام. حلتوها ازاي بقى؟ حليناها ازاي بقى؟ ايوه. ده المهم. ماشي. اه. طبعا كنا بنطلب بشكل متكرر ان احنا نشتغل فترة واحدة، يعني نطول مثلا ساعات العمل اللي هي من 4، نخلي بدل ما نروح 4 نخليها 6 تمام. مثلا، اه. ولكن ما ننزلش الفترة الليلية الفترة يعني. بتاعت من 8 ل 11 تمام. دي. لان طبعا انا مش بنزل 8 على طول، انا محتاج اجهز قبلها وبعد كده انزل وما الى ذلك. مم.
بيعتبر ده من ضمن الساعات هرجع بقى. الساعة 4 مش هعرف اعمل اي حاجة في يومي غير ان انا استنى الميعاد اللي هو بتاع 8 عشان انزل تاني. بالظبط كده. اه تمام. اه فالموضوع خد وقت طويل، وخد طبعا كمية من الايميلز رايح جاي. وطبعا يعني اقنعناهم بصعوبة جدا، تمام، مم. ان احنا نحل المشكلة دي، تمام. تمام. ولكن في الاصل ان النوع ده من الشركات، الناس اصلا كان بتيجي كمية تيرن اوفر، ناس بتيجي ناس وتمشي. تيجي وتمشي اه طبعا. يعني ممكن في اليوم انا ناس بتقدم استقالتها اكتر من 100 شخص، يا لان نهار الشركة ابيض. كانت ضخمة فعلا، اه تمام. وناس بتتعين مكانهم، يعني مم. انا قسم الاتش ار في الشركة كان على بابه كمية اه طوابير ياه. غير ما حدش وناس ممكن مش يتخيلها. متخيلة ان يعني الشركة الكبيرة دي الناس بتمشي منها للسبب ده. اصل بالظبط. اكيد فترة من 8 ل 11 دي ما فيهاش اي انتاجية بتحصل، مش كده احنا كنا بنروح ننام. اصلا؟ ايوه طيب. انت متقدر بس. انت بتروح ملهاش اي تتقدر. لازمة فعلا. ايوه امم تمام. بعد كده بقى خلاص، بعد ما وصلنا لهدنة سميها هدنة، تمام. اهو. الموضوع بقى احسن، والضغوطات بقت اخف كتير، وبقى في حياة. يعني الانسان ممكن يعيش في فترة ما ان هو ينزل يعمل اكتيفيتيز، يخرج يقعد على القهوة شوية، يعني يعيش دي ابسط حياته يعني, حاجة يعني. طبعا يعني تمام. يعيش الحياة بتاعته مع الشغل. طبعا يعني المشكلة دي مش شائعة، مم. ولكن هي موجودة وفي شركات بتطبقها، تمام. وممكن نقول ان على نفس الفكرة في يعني الناس اللي بتبعت للموظفين بعد مواعيد الشغل عشان يشتغلوا حاجات من البيت، وهي ممكن تتأجل لتاني يوم مثلا. بالظبط، يعني في ناس بتسميها بيئة العمل المرنة والحاجات المسميات الثعبانية دي. تمام. بس بقى طيب ايه الخطوات او ايه الحاجات لو حسيت ان انا مضغوط اقدر اعملها بسهولة؟ يعني مثلا احنا اتكلمنا في حلول، احنا اتكلمنا مع الادارة وفضلنا نتكلم اكتر من 6 شهور عشان نحل الموضوع ده، لكن في حلول سهلة للموظف العادي اللي هو بينزل يشتغل وقته وبيمشي. تمام. والحلول دي تنطبق على اي نوع من انواع الضغوط، يعني سواء ضغوط في المواعيد، ضغوط في طريقة التعامل مثلا من المدير او من الناس اللي يعني اللي معايا في الشغل. يعني الحلول دي تنطبق على اي نوع ولا على ضغوط معينة ممكن اكون بتعرض لها؟ دي بتنطبق على اي نوع، حتى الضغوط الحياتية اللي خارج الشغل. طب حلو جدا. تمام. تمام. انا مثلا حاسس ان انا مضغوط في الشغل. اول حاجة هتبدأ تحصل لي ان انا مش هقدر انتج. صحيح. فبالتالي مش هقدر اوفي اصلا الحاجات اللي انا المفروض اسلمها، الحاجات اللي انا المفروض انجزها خلال اليوم. تمام. فمن ابرز الحاجات واسهل الحاجات على اي شخص ان انت بتفصل شوية كده من الشغل. تقوم مثلا تتمشى شوية في المكتب، تقوم ان انت تشرب كوباية شاي، حاجة بسيطة، تاخد بريك يعني سريع كده، بسيط كده 10 دقايق مثلا. هترجع مركز اكتر، ما تفكرش طبعا خلال البريك ده في اي حاجة من بتاعة الشغل، تفكرش في الديدلاينز اللي عليك، تفكرش في اي حاجة. تمام. افصل تماما. ايوه افصل تماما، وارجع اقعد قدام الكمبيوتر او اقعد قدام شغلك ايا كان شغلك عبارة عن ايه. هتلاقي نفسك الدنيا معاك بدأت تتحرك. تمام. في حركة شوية في الشغل، اخدت نفسك وابتديت انت خلاص، هو امر واقع في الاول والاخر، انا كده كده هبقى موجود في الشغل. بالزبط. يعني مش هروح في حتة. بالظبط. فهتلاقي الدنيا بدأت تتحرك معاك. تمام. تاني حاجة، الانسان دايما لما بيتكلم عن حاجة مضايقاه بيقدر ان هو يحس ان هو فرغ طاقته. تمام. فهي الفضفضة، عارفة؟ ما الفكرة بقى افضفض مع مين؟ ايوه دي الفكرة. هنا بقى المشكلة. ايوه. فدايما الفضفضة لو عملتها مع الشخص الغلط في الشغل هتلاقي نفسك اول حاجة يا كلام وصل للمدير. أيوة مثلا يا اما لبست في حد من دول العصافير. تمام. يا اما هتلاقي نفسك ان انت ندمت ان انت فضفضت مع فلان ده. تمام. صحيح. فده اصلا المفروض يتعامل مع شخص انا بثق فيه حتى لو خارج نطاق الشغل. يعني اختار حد ممكن يبقى مش معايا في الشغل او مش زميلي في الشغل، صديق مثلا انا بثق فيه، ابدا ان انا احكي له. بالظبط. ما استسهلش يعني واحكي لحد ممكن يبقى مش ثقة. بالظبط. انا مثلا ممكن اجي اكلم حد في الشغل
حتى لو مش هو اللي قال، ممكن حد تاني يسمعك. ايوه صح. يعني هو مكتب في أيوة، الاول والاخر، أيوة. اوضه صاله يعني. بالظبط. تمام. مم. فالفضفاضه دي بتفرق جدا مع الانسان. انا فرغت طاقه الغضب وطاقه التوتر اللي عندي، تمام، فبالتالي الضغط بدأ يقل من عليا شويه، انا زي ما اكون شاركت الضغط مع شخص تاني. بس مش ممكن يبقى الضغط بيزيد؟ يعني ما انا ممكن ابقى بتكلم مع حد وبحكي له كده، بس طول الوقت بحس ان انا بسترجع الضغوط دي او بتكبر اكتر وانا بتكلم عنها. ما هي هنا نقطه بقى معينه. مم. انا لو شاركت الشخص ده الضغوطات، هو يعني الانسان تلقائيا بيحاول يقدم حلول للشخص اللي بيشتكي، تمام. تمام. فهو ممكن يقول لك كلمة حلوة طيب خاطرك مثلا، يعني ممكن يعني يسهل عليكي او يقلل الضغط ده عليكي بمجرد ان هو اتكلم معاكي، تمام. تمام. مم. لكن حتة استرجاع الضغوطات دي او ان انا افكر في الضغط فالضغط يزيد، دي بتحصل لما انا ما اكلمش حد، افضل اتكلم مع نفسي داخليا، فحس انها زي ما بيقولوا كده بياكل في نفسه، او لما يعني. اكلم حد زي معايا في نفس الضغوط. لا، لو معاكي في نفس صح؟ الضغوط ده هتفتحوها بقى مناحة. ايوه هتبقى الموضوع كبير بقى. هتبقى شكاوى متبادلة يعني، بالظبط. خلاص. هتبقى تمام؟ دي المشكلة. بالظبط كده. تمام. هنعرض بعض احنا الاتنين لضغوط اكبر. ايوه، هيبقى ضغط متبادل، وبدل ما كان عندك ضغط واحد هتلاقي بثلاث اربع ضغوط، يعني صح. الموضوع كده يبقى وحش جدا. وحش قوي. تمام. في بقى حاجة مهمة جدا في بيئة العمل، ان انا مضغوط ومتضايق ومتعصب، لازم افلتر المواقف اللي انا باخد فيها اكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا زميل ليا عمل معايا موقف، الموقف ده في العادي انا مش هتعصب عليه ومش هاخد فيه اي اكشن، بس وانا مضغوط لا، انا هروح بقى اعمل مشكلة واعمل اي حاجة تحسس الناس ان انا مضغوط. تمام. يعني هيبقى زي رد فعل طبيعي من كتر ما انا في ضغط، فبطلع الرد الفعل بتاعي ده على موقف صغير. بالظبط كده. مش مستاهل يعني زي ما بنقول. ففلترة المواقف، انا افلتر الحاجات اللي انا بستقبلها، اشوف هل هي مستاهلة فعلا رد الفعل اللي انا كنت هعمله وانا مضغوط ولا لا. طب ما انا وقت ما بكون مضغوط مش هلحق افلتر بقى، يعني رد الفعل هيطلع بسرعة. ما هو انا وانا مضغوط مش هلحق افلتر، علشان كده احنا بنقول للناس فلتروا دلوقتي. يعني وهي دي جزء من الحلول، انا لازم اخد ثانيتين كده اعمل بروسس للموقف اللي قدامي. يعني مثلا زميلي خد من على مكتبي حاجة وما رجعهاش، ده موقف صغير بسيط. تمام. لو انا مضغوط، فين بقى اللي خد مني الحاجة؟ ايوه. صح. تمام. بس ده لو موقف بسيط، لكن ممكن يبقى موقف كبير. ما هو موقف كبير، يعني حد ضايقني مثلا، حد قال لي كلمة ضايقتني، فهضطر ان انا اطلع، خصوصا لو انا مدير وفي اشخاص بتشتغل يعني مباشرة تحت ادارتي. لو مديري انا الرئيسي او المباشر ضايقني، فبالتالي هضايق التيم اللي تحت، ولا ايه؟ ده بيحصل فعلا، ولكن للأسف ده غلط، لأن طبعا المفروض الصفات الإدارية أو الصفات القيادية بتحلل المشاكل وتحل المشاكل قبل ما توصلها للتيم. تمام. يعني المدير أصلا عشان يقدر يقول أنا مدير، المفروض إن هو عارفة كده يتلقى الصدمات. أيوة. تمام. وبعد كده يوجه للتيم كل شخص هيحل إيه، بس بعد ما يكون والله يا شباب احنا مثلا بنواجه شوية مشاكل بسيطة، عاوزين نعمل 1 2 3 4. تمام. لكن هو ما يروحش يقول للتيم ده انا الإدارة ضغطاني، انا مش عارف انتم متحققوش نتائج ليه. ده غلط. دي مشكلة تانية خالص بقى، دي مش ضغوطات، احنا خرجنا كده من الضغوطات، دخلنا في حتة ان احنا كده اداريا مش نافعين. المدير كده نفسه عنده مشكلة. ايوه. لان المدير ده اصلا وظيفته ان هو يوجه التيم وما يضغطهمش. تمام. التيم لو انضغط هيعمل مشاكل، كل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي بنتكلم عنها دي. ايوه، هيبقى لوب بقى في الشركة. صحيح. فموظف يضغط المدير، فالإدارة تضغط المدير، فهنفضل كده. ايوه، كلنا يعني بنيجي على بعض. بالظبط. فده طبعا شيء احنا مش عاوزينه طبعا. ومن مهام المدير الأساسية ان هو يستقبل من هنا ويستقبل من هنا ويوصل لفوق، يعني يوصل الإدارة العليا ان الدنيا تمام. محتاج هو كمان يعرف ازاي يواجه الضغوط. ايوه. يعني موظفين اصلا ممكن يضغطوا المدير اصلا. ايوه. ممكن ان هم ما بينتجوش، ما بيحققوش، فالمدير بالتالي عنده مشكلة معاهم. طبعا ممكن موظف يقرر يصحى من النوم يقرر انه مش جاي النهارده. جاي. فبالتالي سقط لك الشغل اللي انت بانيه عليه.
طيب ما انا هنا بقى لما اعمل الحل اللي انت قلت لنا عليه دلوقتي يا استاذ كريم، ان انا فلتر المواقف اللي محتاجه اخد فيها اكشنز، يعني فانا موقف زي ده هعمل فيه ايه؟ لازم كمدير احس ان انا مضغوط فاتضايق او اتعصب. طبعا هو في فرق بقى بين مبدأ الثواب والعقاب، وفرق بين ان انا باخد الاكشن وانا متعصب. تمام. تمام. لان ايه، احنا عندنا لوائح بنمشي عليها في حالات معينة. يعني في لوائح مقررة من مكتب العمل، اللوائح دي المفروض احنا بنلتزم بيها. لكن القرارات العنهجية، يعني مثلا انت غبت، لا خد لك خصم 3 ايام. ماشي، ده قرار كده انا خدته وانا قاعد كده في لحظة. لكن لا، المفروض في مثلا اتش ار موجود داخل المؤسسة. الاتش ار ده وظيفته ان هو يشوف مين اخطأ، الشخص ده لو غاب يتعمل معاه ايه، الاكشن مثلاً المناسب. لو اول مره غير تاني مره بالزبط. غير انه لو قال او ما قالش. مظبوط. وبعدين احنا عندنا انواع كتير من الاجازات، في اجازات عارضه، في اجازات مش عارف ايه. فالموضوع مش متمحور حوالين ما ممكن الموظف يكون فعلا تعبان، عنده حاجه او مشكله، عمل حصل له مشكله وهو جاي الشغل، حادثه مثلا يعني لا قدر الله. تمام. فمش دايما برضه بيكون الوضع مستدعي ان انا اخد القرار اللي هو الحازم قوي، اخد رد فعل قوي بالظبط. يعني فانا محتاج افلتر الموقف. رجعنا تاني لموضوع الفلتره. بالظبط. افهم ده ليه حصل معاه كده. ماشي. تمام. وهل هو فعلا كان متقصد ان هو يأثر على الشغل، ولا هو حصل له حاجه فعلا مش في ايده. تمام. فده كده حل تاني من الحلول، ان احنا نفلتر المواقف اللي محتاجين ناخد فيها رد فعل. اكيد لسه في حلول تانية ولسه في تفاصيل تانية عايزين نعرفها، ازاي ندير الضغوط اللي ممكن نبقى بنتعرض لها في الشغل، ونختار كده ان احنا يعني نعمل الحل المناسب في الوقت المناسب. هنعرف كل التفاصيل دي بس بعد ما تسمعوا الدقيقة الاولى من الساعة 1 ظهرا، واحنا هنرجع لكم تاني نكمل كلامنا معاكم عن الضغوط في الشغل لحد الساعة 2 في يلا بينا. يلا بينا على الراديو 90 بنرجع لكم تاني وبنكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده كريم الغرباوي، الرئيس التنفيذي لادفيرتوب. بنتكلم معاه عن الضغوط اللي ممكن اي حد يتعرض لها في شغله، ازاي الضغوط دي نقدر ان احنا نعديها ونتخطاها، نتصرف ازاي وايه الحلول، علشان ما يبقاش الحل البديل انه اي حد يبقى عنده كم مشكلة كده في شغل يقول انا هسيب الشغل، انا خلاص مش عارف اتصرف ازاي. لا، النهاردة بنقدم لكم كده شوية نصايح وروشتة بسيطة جدا ازاي نقدر نتخطى الضغوط اللي بتقابلنا، ونلاقي نفسنا في الاخر بنعمل الشغل اللي احنا بنحبه واحنا مبسوطين ومش مستسهلين اننا نسيب الشغل ابدا. كريم، يعني احنا اتكلمنا عن ازاي نتصرف وايه الحلول اللي ممكن نبدأ كده ان احنا نعملها خطوة خطوة عشان نتخطى الضغوط اللي بتقابلنا، اكيد سواء كانت كبيرة او صغيرة، بس كل الناس بتتعرض لمواقف في شغلها ممكن تخليها تقول انا خلاص جبت اخري، انا هسيب الشغل. قلنا ان احنا لازم نفلتر المواقف، صح كده؟ صحيح. وما ناخدش ردود فعل قوية في مواقف ممكن تبقى صغيرة او مش مستاهلة. وممكن نعمل ايه تاني يا ترى؟ في المنطقة دي بقى يعني خلاص احنا عملنا الحلول اللي فاتت، فلقينا ان ممكن برضه الموضوع مش ظابط معانا قوي. تمام. مش ظابط ازاي؟ ان انا لسه برضو يعني لسه في مشكلة، بتعرض لمشاكل. ايوه. ففي حاجة ظريفة قوي اسمها فن الرفض. تمام. فن الرفض. ايوه. يعني انا مثلا اوريدي عندي تاسكس كتير وعندي مهام كتير بعملها. تمام. فبيجي لي مهام اضافية، ممكن تكون مجرد ان انا عندي كيو طويل او رصة مهام كتير، ده بيضغطك. تمام. فبدل ما انت تحس ان ده بيضغطك، ارفض المهام الاضافية اللي هتدخل عليك لحد ما تخلص المهام اللي معاك، وبعد كده خد المهام الاضافية اللي هتدخل. تمام. قول لا. يعني احنا في عندنا يعني ناس كده ما بتعرفش تقول لا. بالظبط. مش كل حاجة ماشي دخلي تمام هاتلي، لا لا، نرفض بس بالطريقة اللي هي ما تبانش ان احنا اجريسيف او ان احنا بنرفض لمجرد الرفض. تمام. طب في ناس ما بتحبش ترفض لانها طول الوقت بتحب تبقى هي اللي باينة في الصورة. يعني انا مثلا اعرف ناس هي بتبقى عندها مهام كتير جدا، بس طول الوقت هي مستعدة تاخد مهام اضافية عشان غيرها ما يعملهاش ويظهر هو. ده اسمه الشومان.
تمام، ده بنسميه الشو. الشخص اللي تمام. بيحب طول الوقت يعمل أيوة. شو، ياخد أيوة. اللقطة. ده الشومان ده بقى بيحب يكون مشغول، هو ده حب عنده، فهو ما بيحسش بالضغط اصلا. اصلا. اه هو اصلا مهمته الرئيسيه في الحياه انه ان يعمل انا كده. اكون نمبر 1. اه عارفه اللي هو انا عايز اطلع موظف الشهر. ايوه هو طول ده. الوقت. ايوه. اه الشومان ده في ما عنده عندوش مشكلة ولا عنده؟ عنده مشكله واحده بسيطه، ايه هي؟ ان اي حد هيطغى عليه هيكرس حياته ان هو يضايق الشخص ده. يضايقه. تمام. اه فده احنا بنسيبه زي ما هو، انت شومان بنسيبه، ده ملوش انت حل ده. لا هو ده اصلا من ضمن المشاكل اللي بتواجه الناس التانية في ايوه الشغل. صح. تمام. طب مين اللي ممكن يعني نقول له لا انت بقى قول لا على المهام الاضافية دي؟ احنا بنقول الموظف العادي اللي هو عايش حياة طبيعية جدا، ومفيش عنده مشكلة ان هو بيعمل مهامه وبيعمل شغله. وعلى فكرة الموظف ده لو ما عملش شغله الشركة هتقع، لان هو بيعمل جزء من الشغل محدش حاسس بيه. صحيح. تمام. مم. لو جه غاب بنحس بقى لا فين فلان اللي كان شايلنا في الحتة دي. في فرق. طبعا. اه تمام. طبعا. فالشخص ده مثلا انا مثلا شخصيا عندي في الشركة في ناس بتقولي ممكن لو انا عندي شغل زيادة ما تدخلهوليش غير لما اخلص الشغل اللي معايا. مم. دي طريقة من طرق الرفض الشيك. صح. تمام. اه هو بدل ما يقول لي لا انا مش هعمل ده دلوقتي، لا انا معلش انا معايا شغل كتير، واما اكون مستعد اخد الشغل التاني واخلص الشغل في ايدي، وكده كده في اولويات، يعني ما لازم يكون في اولويات لازم ابقى للشغل. مرتب اصلا بالظبط. اولوياتي. بالظبط. ففي حاجات اوريدي لازم تخلص قبل ما الحاجات التانية نشتغل فيها. تمام. تمام. مم. فمجرد ان هو حاسس ان هو حاجات كتير ده بيضغطه، اه فهو بيختار ان هو ما يعرفش هو عنده ايه. ما يعرفش، ايوه. يعني كل حاجة ياخدها في وقتها. في وقتها. ايوه. مم. خلص مثلا تاسك اكس ادخله تاسك زد مثلا. مم. تمام. تمام. فهو كده ده من اساليب اللي بعض الناس بيكونوا حابين يعملوها علشان يخفوا الضغط عن نفسهم. اه في ناس تانية بقى بتحب ان هي تعرف كل شغلها طول الاسبوع مثلا من اوله من اوله لاخره علشان يرتب حياته ويرتب اموره على الشغل ده. مم. ماشي. فلو دخل له حاجه مفاجاه بيبتدي يقول لا. شوفي بقى ده فروقات شخصيه. فروقات فعلا. تمام. ايوه فده لو دخل له مثلا حاجه مفاجاه انت كده بوظت له البلان بتاعته. تمام. صحيح. في البلان كده اتدمرت. تمام. ايوه فالشخص ده بيكون حابب يعرف كل مهامه. وخلي بالك ما دام انت قلتي له دي مهامك ما ينفعش في النص اجي اقول له ده في دي زياده خد معلش. زيادة. لا. يا اما هيضغط نفسه وياخدها، بالظبط. يا اما هيقول لا مش هياخدها بالظبط. وهيتلخبط. بالظبط. وهو كده يبقى احنا برضه دخلناه في مرحله الضغط اللي احنا عايزين نهرب منها اللي كلنا. احنا بنهرب اصلا، بنقول الكلام ده كله عشان نهرب منها. بالظبط كده. تمام. فن الرفض ده ان انت تعرف ترفض امتى، ترفض ازاي، وترفض ايه. تمام. ماشي. تمام جدا. فاحنا عرفنا كل واحد شخصيته ممكن ترفض ازاي، عشان في بعض المديرين ممكن ما يفهمش. طب ما زميلك بياخد كل الحاجات مرة واحدة. لا ده في فروقات شخصية. صح. الشخص ده بيفرق عن ده، بيفرق عن ده، بيفرق عن ده. طبعا. تمام. طبعا. وترفض امتى؟ ترفض امتى لما يكون عندك مهام كتير، انما مثلا ممكن يكون ما فيش وراك حاجة، هترفض ليه؟ هترفض ليه؟ صح. تمام. وترفض ازاي؟ ان انت ما ترفضش بشكل يدل ان انت بترفض للرفض، يعني ما تقولوش لا انا مش واخد. قول له معلش انا عندي مهام كتير دلوقتي، والمهام دي هتخلص في الوقت الفلاني، فبعدها نقدر ندخل حاجة جديدة. طب لو اداني حاجة مثلا هي مش من مسؤولياتي، بس هي تاسك او حاجة من المهام زميلي اللي معايا مثلا ما عملهاش، فهو عارف ان انا شخص بقى بنجز وبعمل كل حاجة وكده، فاداني حاجة من المهام دي وهي مش بتاعتي، اعملها ولا ارفض برضو؟ ده بيكون متوقف على الشخص اللي هينفذ المهمة دي، ودرجة درجة الصلة اللي بينه وبين المدير. يعني المدير ده في ناس بالتأكيد هو بيستلطفهم وهم بيستلطفوه، وفي ناس تانية بيتعاملوا معهم بشكل حيادي، وفي ناس تالتة هو عارف ان هم بيكرهوه. ده بيبقى شيء معروف. ايوه شيء معروف. ايوه صح. تمام. فانا بالتأكيد لو انا اخد تاسك زيادة ادي لواحد بيكرهني فانا راح اقدره. هو هيفهمها كده. تمام. صح. لو بدي لشخص انا بحبه وهو بيحبني هيعملها، مفيش اي مشاكل. تمام. الشخص الحيادي ممكن يقول لي لا والله انا معايا دلوقتي مش هقدر. تمام. فده برضه بيكون ذكاء من المدير وذكاء من الموظف، ان هو يقبل او ما يقبلش. صحيح. تمام. في حل كمان؟ حل اخير بقى. ايه هو؟ تمام. الحل ده اللي هو اصلا
بيتم تطبيقه تقريبا منذ بدء الخليقة يعني. إيه؟ ماشي. الناس زمان كانت معظمها بتشتغل شغل بدني اكتر، مش شغل مم. مكتبي زينا دلوقتي. تمام. فدايما هم يعني اوت دور. دايما اه مش في مكاتب. صح. تمام. تمام. فالاوت دور ده اصلا بيخفف الضغط، يعني لما تنزلي مم. مثلا تروحي حديقة، تروحي على البحر، مكان مفتوح. مكان مفتوح في سما وهوا وكده، صح. بتحسي فعلا ان في ريليف كده حصل. ايوه. تمام. تغيير كده طبعا. تمام. فالبديل بتاعه حاليا مم. الرياضة. ايوه. شخص مثلا بينزل عنده هواية ان هو يركب خيل مثلا. مم. شخص تاني بيحب مثلا ينزل المشي الجيم. حتى ابسط حاجة. الشباب مثلا بيجوا يوم الخميس يلا نعمل ساعة كورة مثلا. تمام. فده بتخفف عنهم كتير، حتى ممكن مجرد انه ينزل يقعد على القهوة شوية. اي تغيير، يقعد مع اصحابه ويتكلم مع اصحابه، بيفضي دماغه من الاخر. بيفضي دماغه. تمام. فده لو حد بيعمله بيفرق معاه طبعا كتير جدا، غير شخص شغل 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 شغل. وفي شركات بتاخد بالها من ده وبتعمل زي فان داي كده او يوم ترفيهي للموظفين اللي عندها. بالفعل في شركات، يعني في شركات في مصر كمان هنا اعرفها، هم اصلا موفرين زي فان روم جوه الشركه. تمام. حلوه دي. في بلاي ستيشن، في حاجات كتير كده ممكن تقدري ان انت تعمليها جوه الشركه. مثلا عندك ساعتين بريك في اليوم، تقدري تدخلي الاوضه دي ما تعمليش حاجه، تقعدي على بنباج مثلا كده في التكييف. شكرا دي. مش هعمل حاجه دلوقتي، بس كده انا في البريك. ايوه. فده بيفرق طبعا. تمام. طبعا. لكن طبعا ان انا اخد البريك بتاعي يبقى مجرد ان انا اقف في بلكونه المكتب شويه وامشي، ده يعني مفيش تغيير قوي برضه، انا اوريدي جوه المكتب. ايوه صح. تمام. صح، ومع نفس الناس بالظبط. يعني هي دي الحلول السهلة. في بقى الحلول ان انا بدخل بقى اقاتل علشان اوصل لحاجة معينة. طبعا الحلول دي مش متوفرة كل الناس. في حد يتكلم يحاول يوصل رأيه للإدارة، او ياخد الحل الاسهل والاسهل بالنسبه له طبعا، او من وجهه نظره. احنا اكيد مش بنشجع الناس على كده. انه يقول هسيب الشغل خلاص، انا مستقيل يا جماعه، انا مستقيل يا جماعه. هتستقيل وتروح فين؟ هتلاقيه راجع بعد اسبوعين، طب رجعوني الشغل عايزه اشتغل تاني. فمش عايزين حد يلجأ للحل ده. بالظبط، ده حل سيء بالذات. يعني ممكن نقول ان ده الحل الاخير لو استنفذت كل الحلول اللي احنا قلناها دي، وكنت برضو لسه مضغوط ومش عارف تحل الضغوط دي ازاي. بالظبط. وكمان في نقطه معينه، ان الموظف مش دايما هيلاقي شغل بنفس شركته القديمة. صح. في سيستم مختلف، في اشخاص مختلفين، ممكن يكون موظف ممكن هيروح يبدأ من الاول اصلا. ممكن كمان اصلا يكون مهاراته في الشركة الجديدة مش هتتوظف بنفس الشكل في الشركة القديمة. صح. تمام. فما تلجأش ابدا لحل هسيب الشغل ده، يعني مش عايزين حد يلجأ له خالص. يعني احنا بنقول هو حل نهائي، ولكن لو عندك بديل. ايوه، لو عندك بديل. بالظبط. يعني لو هتسيبه على شغل تاني او هتسيبه على مكان احسن، فممكن تفكر فيه. بالظبط. ده بقى يا رضوى بياخدنا للنقطة تانية. النقطة اللي احنا الذكاء، ازاي نوظف ذكائنا الشخصي بشكل كويس جوه الشغل. طيب ايه رأيك يا كريم بقى نخرج فاصل ونرجع نعرف اكتر ازاي نوظف ذكائنا الشخصي جوه الشغل؟ نعمل ايه؟ نتعامل مع اي موقف بيقابلنا ازاي بذكاء واحنا في الشغل؟ يلا بينا نخرج فاصل. يلا بينا جدا. يلا بينا على الراديو 90 رجعنا لكم تاني، ولسه بنكمل كلامنا عن الضغوط اللي اي حد ممكن ان هو يتعرض لها في الشغل. عرفنا اسبابها وعرفنا كمان الحلول، ازاي نتصرف ونعمل ايه علشان نتخطى الضغوط دي ونعديها. ولسه بنكمل كلامنا اكتر عن ازاي يبقى عندنا كده نوع من انواع الذكاء واحنا في الشغل، ونقدر نتعامل مع الضغوط دي يعني بشكل افضل وبشكل اذكى. وده كله بنعرفه من ضيفنا اللي منورنا النهارده، كريم الغرباوي، الرئيس التنفيذي لأدفيرتاب. كريم، جينا بقى لوقته يعني مهم جدا، وهو ازاي نتعامل بذكاء مع كل المواقف اللي ممكن نبقى بنتعرض لها. اولا اهمية ده ايه؟ يعني اهمية ان احنا نتعامل بذكاء مع المواضيع اللي بتقابلنا دي. بصي، بداية علشان نعرف نفرق بين كل ده، احنا عندنا كل شخص ذكي بطريقة معينة. تمام. يعني الذكاء ده متوزع على كل الناس، ربنا خلق كل الناس اذكياء بطريقة ما. تمام. ففي ناس ممكن تشوف ان فلان ايه ده، فلان ده ما عندوش ذكاء مثلا. لا بالعكس، هو ممكن يكون عنده نوع ذكاء، ولكن هو شخصيا ما يعرفش هو ذكي
في ايه بالظبط، فمش عارف يوظف النوع اللي عنده. تمام. تمام. مم. فهنقول انواع الذكاء، نعرف الانواع دي عبارة عن ايه. تمام. وبعد تمام. كده نعرف ازاي نطبق بقى ده في بيئة العمل. تمام. تمام. ماشي. احنا مثلا عندنا حاجة اسمها الذكاء اللغوي. تمام. الذكاء اللغوي ده عبارة عن ايه؟ هو فن اختيار الكلمات اللي انا هقولها في المواقف المعينة. ماشي. يعني انا دلوقتي شخص معين قاعد وحد قال لي حاجة، لو رديت عليه رد هيضايقه، لو رديت عليه رد هيتبسط. تمام. فالشخص عارفة السويت توكر، الشخص اللي بيعرف يتكلم. ايوه ده عنده ذكاء لغوي. تمام. تمام. عندنا نوع تاني اسمه الذكاء الرياضي. الذكاء الرياضي ده بيكون الشخص اللي بيقدر يحسب الحاجات بدقة، شاطر في الرياضيات يعني. سريع جدا. تمام. في الارقام. أيوة. والحاجات دي. ده بتلاقي حد مثلا بيعد فلوس كده شاطر جدا. ايوه. حد بيعمل اي معاملة رياضية، حد بيعمل اي حاجة من دي، تلاقيه شخص يعني عبقري، سريع ودماغه حاضرة على طول. طبعا ده اسمه ذكاء الرياضي. تمام. او الذكاء المنطقي، حاجة من الاتنين يعني. تمام. في حاجة اسمها بقى، وده بيهمنا عشان ده هيتطبق في بيئة العمل، حاجة اسمها ذكاء معرفة الذات. عارف قدراتي، وعارف انا اقدر على ايه، وعارف ان انا شخص عندي عيوب وعندي مميزات. تمام. يليه على طول ذكاء معرفة الاخرين. اقدر احكم على اللي قدامي الشخص ده نوعه ايه، اقرا الناس يعني. وده في العلوم القديمة كانوا بيسموه علم الفراسة. تمام. صح. الذكاء ده بس معظمنا بيتخدع فيهم للاسف، او بيكتشفهم يعني مؤخرا. يعني هو التلون بقى يعني مشكلة في التلون بقت صعبة قوي حكاية الفراسة دي. ايوه بس هو يعني في المطلق النوع ده موجود، وممكن موجود كمان عند اشخاص معينين. دايما تلاقيه عند البدو مثلا، علم الفراسة ده عندهم، يشوف مثلا الشخص ده يقولك لا انا ما اتعاملش مع فلان. وفي ناس بتعرف فعلا تعمل ده، او تقرا الناس كويس حقيقي. من تصرفات بسيطة، من البودي لانجوج، كلام، من لغة الجسد. طبعا. تمام. وفي بقى نوع ذكاء اسمه ذكاء في التعليم. شخص بيتعلم بسرعة، يقدر يتعلم اي مهارة او حاجة قدامه بسرعة شديدة جدا، بيعرف يتعلمها ازاي. تمام. الناس دي بتقدر تتعلم حاجات مختلفة في اوقات قياسي. تمام. عندنا نوع تاني اسمه الذكاء البصري. الذكاء البصري ده اللي هو ببساطة الشخص ده لما بيشوف حاجة بيقدر يفرق بينها وبين اي حاجة تانية بسهولة. تمام. يعني مثلا انا قدامي عدد معين من الحاجات، لوحات مثلا، نقول ان احنا في متحف. تمام. هو بيقدر يميز ان اللوحة دي مثلا اترسمت بألوان زيت، اللوحة دي اترسمت بألوان كذا. عنده ذاكرة بصرية. ذاكرة بصرية قوية جدا. تمام. وفي عندنا الذكاء البدني. شخص بيقدر يتحكم في عضلاته وتحركاته. دايما بتلاقي مثلا العمال بيقدر يشيل بشكل معين حاجات معينة انت كإنسان عادي مش هتقدر تعمليها. تمام. يعني لو جبت شخص مثلا بادي بيلدر، الشخص ده بيرفع اوزان تقيلة جدا. لكن لو جيتي تشغليه في نفس الشغل اللي بيقوم بيه العمال مش هيعرف يعمله. تمام. ليه؟ لان الكيفية مختلفة. ايوه. تمام. في طرق معينة ممكن عشان يقدر يتحمل انه يشيل الحاجات وكده. طبعا. تمام. وفي عندنا نوع من الذكاء اسمه الذكاء الوجودي. ده بيكون عند الفلاسفة بقى. وبيتفكر بقى وبيشغل دماغه ويفضل يفكر في اشياء مختلفة. احنا مش عايزين الناس اللي تتفلسف في الشغل يعني، عشان ايه دول. الذكاء الوجودي ده دايما اللي هو دماغه مش مريحاه يعني. ايوه. ده اللي ايه اللي هو يعني بيعمل مشاكل كتير. مثلا كيف بدأ الخلق بقى. ده مش عايزينه ده. يقعد يرجع كل موضوع لاوله وبعدين ما تلاقيلوش اول اصلا. ايوه. فما بيحلش حاجه، ده بيضيع وقت يعني. بيضيع وقت وبيضغط الناس اصلا. بالظبط. تمام. بس هو كنوع من انواع الذكاء لو توظف صح يمكن مطلوب يعني في حاجات معينه بطرق معينه. بالظبط. كان الشخص ده مثلا قادر على انه يعمل بحث او يطلع بمعلومات نستفيد بيها في الشغل. صح. حقيقي. وبيطلب على فكرة الناس دي بيكون هي يعني دول العباقرة اللي بيبقوا معروفين. دايما تلاقيهم عندهم النوع ده من الذكاء. تمام. طبعا في انواع تانية بس يعني مش هنتكلم فيها، احنا هناخد اللي احنا عاوزينه. ايوه. تمام. وعرفنا الفروقات ما بينهم. ده في بيئة العمل ضروري انك تلاقي كل الانواع اللي اتكلمنا عنها دي موجودة في بيئة العمل. تلاقي فلان عنده ذكاء كذا، فلان عنده ذكاء كذا، فلان عنده ذكاء كذا. وممكن حد يجمع بين نوعين او اكتر من انواع الذكاء. طبعا جدا. تمام. فعندنا كمان حاجه اسمها الذكاء العاطفي. صحيح. معروف ده. تمام. بس نقوله برضو
تمام. الذكاء العاطفي ببساطة شديدة بتعرف تتحكم في عواطفك وتعرف تحكم على العواطف اللي قدامك، فتحدد طريقة التعامل بينك وبينه. انا مم. مثلا متضايق دلوقتي واللي قدامي ده سعيد حقق انجاز معين، تمام. هل انا هعكس ضيقي عليه ولا انا ههنيه علشان هو حقق انجاز هضايقه معين؟ ولا هخليه بالظبط. يفضل حاسس بسعادة بالظبط. برضو؟ فلو عندك ذكاء عاطفي انت هتهنيه، انت خلاص هو اللي عنده الحدث. تمام. لكن لو ما عندكش ذكاء عاطفي فلا، ده يعني ماشي، يلا ربنا معاك. بالظبط. ايوه فهو فرحته هتتقتل برضه. صحيح. فعلا. لان الواحد بيبقى عايز اللي قدامه دايما يشاركه. صحيح. يعني يشاركه حتى وجدانيا. وما دام هو جاي يقول لك على انجازه فانت شخص مهم بالنسبه له. صح. تمام. فهو مش هيشارك انجازاته مع اي حد كده. بالظبط. تمام. فهنا بقى الذكاء العاطفي بيلعب دور كبير طبعا. تمام. طيب احنا ايه يهمنا من الحاجات دي؟ احنا يهمنا 3 حاجات. ذكاء معرفة الذات، وذكاء معرفة الآخرين، والذكاء العاطفي. معرفة الذات ومعرفة الآخرين والذكاء العاطفي. تمام. دول لما بيتجمعوا مع بعض بينتج عنهم حاجة اسمها الذكاء الوظيفي. الذكاء الوظيفي. تمام. طيب احنا عايزين نخرج فاصل ونرجع بقى نعرف ايه هو الذكاء الوظيفي وازاي نستخدمه في الشغل عشان نتخلص من الضغوط. خليكم معانا، نخرج فاصل وراجعين. ولسه بنكمل كلامنا عن ازاي نتعامل مع الضغوط اللي ممكن تكون بتقابلنا في الشغل، ويعني بنحاول كده نعرف معاكم ازاي نتخطاها وازاي ما نختارش الحل الاسهل من وجهة نظر ناس كتير، وهو اننا نيجي في الاخر نقول لا احنا خلاص هنسيب الشغل. مش عايزين حد ابدا ياخد القرار ده. وخصوصا ان احنا اتكلمنا في الفترة اللي فاتت من حلقتنا عن حلول، عدد من الحلول ان احنا يعني لو قدرنا ان احنا نعملها كده ممكن جدا نتخطى الضغوط دي او نحاول اننا نقللها بقدر الامكان. وبنعرف من ضيفنا اللي منورنا النهارده كريم الغرباوي الرئيس التنفيذي لادفيرتوب، بنعرف منه دلوقتي ازاي نتعامل مع كل الضغوط اللي بتقابلنا دي بذكاء. واتكلمنا قبل الفاصل عن انواع الذكاء، وجي دلوقتي بقى يعني وقتنا اننا نعرف ايه هو الذكاء الوظيفي اللي قال لنا كريم انه مجموعة من. قول لنا بقى تاني انواع الذكاء اللي بيتكون منها الذكاء الوظيفي يا كريم. الذكاء الوظيفي هو ميكس بين ذكاء معرفة النفس او معرفة الذات وذكاء معرفة الاخرين والذكاء العاطفي. تمام. دول 3 انواع من الذكاء لو توفروا عند انسان معين فهو مؤهل ان هو يكون عنده ذكاء وظيفي. تمام. طيب الذكاء الوظيفي ده بقى مهمته ايه او هو بيعمل ايه؟ انا عن نفسي بسميه بوصلة النجاح. بوصلة النجاح. ايوه. من خلاله بقدر اتعامل مع نفسي اولا، وبتعامل مع الناس التانية، وكمان بتعامل مع الشغل. يعني بتعامل مع الشغل بقى كمنطق. تمام. اتعامل مع نفسي لان انا عندي ذكاء معرفة الذات. عارف نفسي. ايوه. اتعامل مع الاخرين، عارف مشاكلي وعيوبي ونقاط قوتي وكل ده. بالظبط. تمام. اتعامل مع الاخرين، انا عندي ذكاء عاطفي وذكاء معرفة الاخرين. اقدر احدد اللي قدامي ده هل هو شخص احب ان انا اكسبه ولا لا. هل هو الشخص ده هيشكل عائق قدامي في زمن ما. يعني انا مثلا بعد فترة الشخص ده ممكن يعيقني في تنفيذ حاجة معينة انا عاوزها، او مش حاببني مثلا، او مش متقبلني مثلا. تمام. يعني دايما تلاقي في اي بيئة شغل في شلل. الشلة دي مع بعض، الشلة دي مع بعض، الشلة دي مع بعض. ايه اللي بيجمع الناس دي؟ ايه؟ صفات مشتركة. تمام. الناس دي بتكون شايفة ان هم لما يعملوا تكتل مع بعض هم كده مستفيدين، بياخدوا شوية بنفيتس زيادة عن بقية الناس. تمام. يعني مثلا قعدت مع فلان وفلان وفلان، فلان ده بقى قريب من الإدارة فيقدر يوصل لهم صوتنا. تمام. فهي بتمشي كده. ايوه. تمام. طيب الشخص بقى اللي عنده ذكاء وظيفي بيقدر يختار الناس اللي بيتعامل معاهم. يعني الشلة الفلانية عاوزينه ينضم ليهم فهو شايف مصلحته. في ناس بتقول لا انا ماليش شلة. انا احسن ان انا ابقى ماليش شلة، وده يعني منطق بيتبعه ناس كتير، ويمكن بنشوف ان ده صح في بعض الاحيان ولا غلط. هو على فكرة اللي بيقول ان انا ماليش شلة هو ده الشخص اللي عنده ذكاء وظيفي. اللي عنده ذكاء وظيفي. ايوه. ليه؟ حلو. لانه بيبقى مصاحب كل الناس اللي في كل الشلل اصلا. ده في الاغلب هتلاقيه. ايوه. تمام. هتلاقي ممكن شخص او 2 هو بيتجنبهم لكن بيتعامل معاهم.
يعني بيتجنبهم ممكن في حياته الشخصية. مم. في شخص مثلا هو جميل قوي ان انا اقعد معاه في المكتب ونتكلم مع بعض، لكن ما دخلوش حياته الشخصية بره الشغل. صح. تمام. اه تلاقي شخص تاني جميل قوي ان انا اقعد معاه بره الشغل، لكن في الشغل ما نعرفش لا. نشتغل مع بعض أيوة. ابدا. ايوه، عقليتين صح. مختلفتين تمام. مختلفتين تمام. دي تمام. حقيقة. مم. تلاقي شخص تاني الشخص ده مم. ما دخلوش اصلا دايرة معارفي، مم. مجرد زميل. تمام. تمام. اه الزمالة اللي بيني وبينه ما تؤهلوش ان هو يكون اقول عليه معرفة. انا تمام ما اعرفوش، كل اللي اعرفه ان هو بيقعد جنبي في الشغل وبس. وبيشتغل وبيمشي. اه تمام. تمام. فهنا بقى الذكاء الوظيفي اللي بيلعب الدور ده، مم. يحدد لي مين الناس. عشان كده بقول لك هو بوصلة. صح. تمام. بوصلة النجاح. ايوه. اه يحدد لك مين الناس ان انت لو تعاملتي معاهم بطريقة معينة مم. تقدري تنجحي في شغلك، ومين الناس اللي انت لو تجنبتيهم خالص اه تنجحي في شغلك، ومين الناس اصلا اللي انا لعمتهم بشكل يعني ممكن فريندلي اكتر شوية، تمام. اقدر ان انا من خلال التعامل اللي بيني وبينهم ده اوصل لحاجة معينة في دماغي او جول معين او كده. في ناس بتشوف ان ده انتهازية او ايا كان، مم. بس لا، يعني هو انا دلوقتي لو شايف ان الفلان ده ممكن يقدم لي خدمة معينة في المستقبل اه وطلبتها منه وهو نفذها لي، فمش شايف دي انتهازية. مش انتهازية خالص. خالص. اه تمام. تمام. لان هو اوريدي موجود في الشغل وانا موجود في الشغل، انا مم. بعمل اللي عليا وهو بيعمل هو اللي بيعمل عليه، اللي عليه فخلاص بالظبط. مفيش اي مشكلة، مفيش تعارض فتوافقنا يعني. في حاجة يعني مش عيب صحيح. خالص. صحيح. تمام. تمام. اه فهنا احنا بنقول ان الذكاء الوظيفي ان انت تنفذه في شغلك من خلال 3 حاجات. مم. اول حاجة ان انت تبقى عارف التعامل مع الناس ازاي، قارئ كل شخص وقارئ صفاته تمام. وقارئ الطريقة اللي بيحب يتعامل بيها. في شخص يحب ان انا ابعت له فويس نوت، اه في شخص تاني لا ابعت لي رسالة، تمام. شخص تالت ما تتصلش عليا خالص. اه تمام. تمام. دي ناس كلنا بنقابلها في لازم الشغل. نقراهم، نعرف نقراهم زي ما بالظبط. بنقول كده. بالظبط. مم. بالذات المانجيريال ليفل، يعني مديرين. مديرين. اه مم. في مدير تقدر تكلمه في اي وقت وقريب جدا من الناس وكل الناس بتحبه، وفي مدير تاني ما تكلمنيش غير في الاجتماعات الرسمية. ايوه خلاص. بس كده. ايوه. اه ففي ناس بقى اللي هو لا انا هبعت لك في اي وقت فهضايقك فانت هتضايقني. ده ما عندوش ذكاء وظيفي. اصلا. تمام. مم. فمحتاج يقدر ان هو يتعلم ازاي يتعامل. مم. الموضوع بيكون التعامل بالنسبة له بيكون اصعب شوية. ايوه تمام. فهمتك. مم. لكن في ناس بتلاقيهم سالكين في اي شغل. بيعرفوا يتعاملوا طول الوقت. طبعا. طبعا. مدير جديد مدير قديم، اول ما المدير الجديد بيجي بيقعد معاه 5 دقايق ايوه يفهم خلاص كل حاجة. كده وصل. ايوه. اه ماشي. مم. فده اللي عنده ذكاء وظيفي. يعني هو بالعكس الناس بتفكر مثلا دول بقى اللي بيطبلوا، دول اللي مش عارف ايه. لا هما بيعرفوا يتعاملوا بالظبط. ونقدر نكتسبه. طيب مع الوقت الذكاء الوظيفي ده؟ طبعا، لان ال3 انواع اللي بيحتاجهم الذكاء الوظيفي هم قابلين للتعلم. مم. في انواع ذكاء تانية ما تقدرش تعلمها. يعني معرفة الذات، اقدر اعرف نفسي اكتر، الاخرين كذلك، اتعود على قراية الناس. بالظبط. والعاطفي ان انا اعرف اتعامل مع مين امتى وباي طريقة. بالظبط، لان في الاول والاخر دي خبرات وتراكمات للخبرة بتكتسب مع بالظبط. الوقت. بتقابلي ناس كتير وبتشوفي ناس كتير، والناس دي بتتصنف، يعني ده بيعمل نفس اللي ده بيعمله، نفس اللي ده بيعمله، خلاص يبقى فلان ده بيقع في التصنيف الفلاني. ايوه تمام. تمام. فمن هنا دي الخبرات عندك بتتراكم، فتبداي تقولي انا عارف ان فلان ده بيعمل الحركات دي، يبقى انا هتعامل معاه بالشكل ده بالطريقه الفلانيه. فيبقى عندي ذكاء وظيفي، وبالتالي اعرف اتخطى الضغوط اللي ممكن تبقى بتقابلني، سواء بسبب يعني مهام او بسبب ناس او بسبب اي حاجه بقى. من خلاص يعني بقى عندي الذكاء الوظيفي اللي احنا محتاجينه في الشغل. بالظبط. هو الشغل بالزبط. عموما اشخاص، صح، مديرين وموظفين وممكن كمان في عمال على حسب نوع الشغل. تمام. فلو انا قدرت اوفق تعاملي مع كل الناس دي، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ خلاص بقى عندي الذكاء اللي يخليني ببساطة اعدي اي حاجه ببساطه. والله ده يعني احلى ختام نختمه معاك النهارده يا كريم. يعني ان يا رب كلنا نقدر يبقى عندنا الذكاء ده، ونتخطى كل الضغوط اللي بتقابلنا، ونعرف ان كل المشاكل وقتيه وبتعدي، بس لو عرفنا نلاقي لها الحلول المناسبه. انا اتبسطت جدا جدا بوجودك،
وان شاء الله تنورنا في حلقات تانية ونتكلم في مواضيع تانية، ونكون كده بتمنى النهارده نكون قلنا لكل اللي بيسمعونا ازاي يتخطوا اي ضغوط بتقابلهم في الشغل. يعني الحقيقه احنا بسطنا الموضوع وسهلناه اهو عشان ما يبقوش مضغوطين، مش كده؟ صحيح، الموضوع أيوة. سهل جدا جدا جدا. بشكرك جدا جدا يا كريم، نورتني. ده. شكرا جدا ليك على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الفريق طبعا. شكرا. وانا مبسوط جدا ان كنت معاكم واتشرفت بيكم كلكم، واحنا جدا والله. وباذن الله يعني نقدر نقدم حاجات افضل كمان في اي ان وقت شاء الله بعد انت كده. معانا بقى في حلقات تانية يلا باذن الله. يلا بينا يلا بقى. بينا. ان شاء الله. بشكركم جدا جدا. كان معانا النهارده كريم الغرباوي الرئيس التنفيذي لادفيرتوب. كلمنا عن الضغوط اللي ممكن تكون بتقابلنا في الشغل، وعرفنا ازاي نتخطاها، وازاي يعني نعمل الحلول السهله اللي تخلينا ما نسيبش الشغل، وكمان يبقى عندنا ذكاء وظيفي. دي كانت حلقتنا النهارده. يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي هنتقابل وحلقه جديده من يلا بينا، وانا بقول لكم سلام.